يا لهوي على الحر يا رجالة. هواء عماني 100%. والله وصلنا إلى السيارة. السلام عليكم، اخبارك يا عزيزي المشاهد؟ معك عبد الرحمن وفيديو جديد. غيرت الكادر شويه. اهم حاجه طبعا غيرت في الكادر هو وجود اشرف. خلاص بقى موجود من غير ما غير مكانه. هو خلاص هو كان موجود وموجود في الكادر، والفوكس كله عليه ازاي وعلى الصوت وامور خالص. دي اهم حاجه يعني، لان الفيديو اللي فات اكيد انت شفته، يعني لو ما شفتوش ارجع شوفه بعد الفيديو ده. الفيديو اللي فات اللي انا صورته من كام ساعه ده اشرف ما كانش باين فيه، فقلت ان انا لازم اعدل الكادر. بس سريعا جدا، اليوم واللحظه المنتظره بالنسبه لي وهو سفر لعمان. خلاص كمان كام ساعه، والمره دي كمان كام ساعه، حرفيا الساعه دلوقتي 10 الصبح. بص شوف الشمس ده، شايف الشمس؟ المهم كمان كام ساعه العربيه تكون موجوده اللي هتاخدنا المطار يعني. انا عارف ان شعري ممكن يكون مش احسن حاجه، حاولت والله العظيم بجد ان انا يعني اغير من شكله، ولكن يعني ده احسن حاجه قدرت اوصلها، فانا بعتذر لك. حاجه بسيطه بس كده عايزين نتفق عليها، يعني في الفلوجات او في التصوير عامه ساعات ممكن يكون في لقطات مثلا انا صورتها ساعتها مثلا ما كنتش عارف اقول ايه، او ما كنتش عارف اخد راحتي او في الكلام، فانا صورت اللقطه. ممكن بعد كده بفويس اوفر بسيط بهذا المايك واركب الصورة على الفيديو وخلاص والموضوع يخلص. يعني مش عارف انا ليه، يعني حبيت بس اعرفك الفكرة كلها عشان يعني ما تستغربش الوضع، يعني فاهم اللي هو ايه، يعني يبقى الدنيا بيس يعني. لان ممكن وقت التصوير مثلا الكلام ما خطرش على بالي ان انا اقوله ساعتها، ممكن ما عرفتش اتكلم اصلا، فاهم؟ الدنيا زحمة فصوتي ما كانش هيتسمع. بس يعني فده توضيح يعني للفلوج ده، وللفلوجات اللي جايه بعد كده هتكون فكره موجوده في القناه يعني، او في الفيديوهات عامه. وانا شايف ان هو تجديد وابجريد حلو يعني. شايف ان اتكلمت او كتير بصراحه يعني، فيعني كفايه كده ويلا نبدا بقى. عدنا لكم من جديد. بوم، قلت امسي عليكم تاني عشان لو نسيتني ولا حاجه. قررت اصور الطريق، للاسف ما يعني شكله ما كانش مشجع خالص التصوير، فقلت يلا مش مهم ده وانا بجرب ان انا احس بالحزن على فراق الوطن وكده. بس بصراحه الموضوع ما ظبطش معايا. قلت اجيب ماونتن ديو وجبت توك وللاسف بهدل التيشيرت. بصراحه يعني ما عنديش مبرر انا ليه قاعد بعمل كده، بس يعني الاجواء كانت لطيفه بصراحه، الطريق كان كويس. انا فعلا بجد مش عارف ليه بعمل كده، بس يعني تمام خلاص. بعد حوالي ساعتين تقريبا وصلنا المطار اخيرا. ده مطار القاهره اهو. واحد كده كان يعني في حماسه بصراحه، الواحد بيطبق بقى تمام. ده المطار، يعني ده المفروض من بره، مش عارف ده من بره كده ولا يعني، انا بصور من جوه وده المطار من بره. ايوه كده المطار من بره. دي شنطتي والترايبود اللي يعني اللي مبهدلني بصراحه، وزنه مش عارف كام. دي رجلي عادي، مش عارف ورباط الجزمه مفكوك بس يعني تمام. هنا كان المفروض انت بتخلص بقى اجراءاتك، بيشوفوا بقى الشنط والوزن والحاجات دي والباسبورات والتذاكر، بيشيكوا على كل الكلام ده يعني. بس ما تشغلش بقى بكل الكلام ده. وصلنا للسوق الحرة، يلا بينا نشوف ايه بقى ايه السوق الحرة دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصور بالتليفون لسببين: عشان اشوف نفسي، مش اشوف نفسي اللي هو اتكبر يعني، لا اشوف متهزرش معايا، اشوف نفسي اللي هو، وعشان كاميرا بس محدش يزعلني من الأمن بس. وانا طبعا فاهم مش باين على سن، فاهم حاجات غالية بالدولار وبتاع، فاهم اكيد مش نعمل حاجة زي كده. بس دي شجرة أحزاني، ده ورق موز. بص احلى حاجه ايه بجد، احلى حاجه الناس عماله تبص عليا دلوقتي وقاعدين بيضحكوا عليا، اكيد مين متخلف اللي قاعد بيتكلم التليفون. بس انا مش هاممني ليه، مش هشوف الناس دي تاني، فاهم؟ واحد مثلا من نيوزيلندا، واحد من اسبانيا، واحد من الهند، واحد من اندونيسيا، مش هشوف الناس دي تاني. فراق الوطن صعب يعني، اللي هو يعني مش عارف يعني، يا رب يعني اتمنى اجي المكان ده تاني هجره بقى، هجره مثلا كذا هب بلا عوده مثلا
نروح مثلا انجلترا، نروح المانيا، نروح اي حته. انت تاخد بالك لا عمال بتكرر ليه؟ لان هو ده اصلا دوران، فاهم؟ فانا عمال بنلف وندور في ايه، في نفس الدايره، لان دي حياتي. مش عارف والله. بس فاهم الواحد اتبهدل بصراحه الاجراءات، بس الاجراءات مشيت بسرعه يعني. تقريبا من اسرع المرات اللي خلصنا تقريبا الاجراءات كلها في تلت ساعه نص ساعه. خلاص احنا كده بينا وبين الطياره هو المبنى اللي احنا فيه ده. اروح اجيب ماسك احسن عشان اعرف اتكلم براحتي، بس انت مش هتسمع حاجه من خلال حروفي. بس انا ممكن اكتب الكلام تحت بقى في الفيديو كده، تحس انها ترجمه او دبلجه تحت. مش عارف، انا مش جلوبال يعني، بس فاهم. هنشوف دلوقتي، نلف ونشوف هنعمل ايه. اراضي الوطن يعني. بص بلدي هتوحشني. مش عايز اعيط ليه؟ لان الناس بص عليا يقولوا لي بيعيط ليه. بص شايف مصر في كل حته حواليا، بص، وفي قلبي لك حب وفؤاد. ويستمر البحث عن اي فعاليات نعملها في هذا المكان. طبعا مش عارف يعني، مش عارف الواحد يجيب ايه. طيب حتى الاماكن لا تشجع على التصوير، حتى مش عارف المطار فاضي، مش عارف ايه ده، تحسه اوفر ريتد، مفيش حد تقريبا. بص مفيش حد، مكان فاضي. هو مفيش اي حد خالص. مش عارف بشر ايه اللي حصل لها، مش عارف الدنيا اتغيرت. مش عارف بدور على اي محتوى مش لاقي. غالبا كل الفيديو ده مش نازل. سوري ما تقوليش سوري يا كابتن، عيب. قلت الذوق دي. نحاول نستغل وجودنا هنا في المطار، نحاول نعمل اي حاجه. هنا في شوكولاتات سبيشال اوفر على زيت الزيتون. ايه يطردونا ليه؟ انا بقى انا كونتنت كريتور. انا كونتنت كريتور. طبعا بص شوف بيقول لك ايه، بنعيش من الخوف بنموت من البتاع، فاهم؟ فالواحد قلقان حتى وهو قاعد هنا، يخاف حد يشخط فيه في السن ده، يقول له ممنوع التصوير، ولا يقول له انت بتعمل ايه ولا حاجه. فالواحد عايش في قلق يعني، طول الوقت عايش في قلق يعني، مش عارف انا فين. انا صور برفان مثلا ب 200 300 دولار، انا كده خدشت حياه يعني انا كده عملت حاجه؟ انا ما عملتش حاجه. فمش فاهم بصراحه، مش عارف حتى ما مفيش حاجه مميزه تتصور يعني بص اهو ايجيبت، لو احنا لسه في مصر يعني، عشان هو مش مصدقني ولا حاجه. احنا لسه في مصر، نعمل ايه بقى؟ مش عارف. في عربيات جولف هناك، اخاف اركب حاجه ولا حاجه، لان انا جنب ظباط وبتاع، فمش عايز استظرف يعني عشان ما ارتبطش عليا. بس يعني نسال الله التسهيل، ان شاء الله لو لقينا كونتنت ولا حاجه هرجع لكم يعني. كان في واحد لمحته كده كان عينه زرقاء، قلت اعمل معاه انترفيو ولا حاجه، بس يعني مش عارف يعني. الناس البيئه المحيطه بيها مثبطه، ما بتشجعنيش على اي حاجه بحبها يعني. فاللي هو يعني اعمل ايه؟ كنت هساله اقول له مثلا هوايتك ايه، بتحب ايه مثلا، انت منين كده، اقول له انا من مصر، انت منين كده يعني. لو نفتخر ببلدنا نشجع السياحه، بحيث نشجع الراجل ان هو ما يجيش هنا تاني. انا اسف. ممكن بقى نركب الطياره بقى، نلاقي اي حاجه نعملها، نرازي في المضيفه ولا حاجه، او في المضيف هنا يعني. طيارات اهي ورايا عشان انا في المطار مسافر. شايف؟ طبعا كنا عايزين نقعد هنا، بس هيجي يقول لك مثلا شاي ولا حاجه ب 60 70 جنيه، احنا مش لاقيين فلوس في الارض، فقلنا نقف عادي. الوقفه للجدعان بس، انت واقف هنا كده هو هتشوف نفس المنظر اللي قاعد على الكرسي شايفه يعني. كل في الموضوع مثلا الظهر عادي، اسند الظهر بس وفر 60 70 جنيه ليك افطر بيه. اهو خبير اقتصادي ببلاش اهو، من غير ما حد يقول لك حاجه. شايف؟ استنى اوريك عن قرب. مش عارف والله، انا مبسوط قوي، مش حاسس ان انا مهايبر. 897 in partenza per Roma Fiumicino. Siete pregati di recarvi immediatamente all'uscita Gate 7. دي تقريبا سادس مره ندعو على رحله روما. تقريبا الناس مش عايزه تسافر. لو كده كان ممكن اتقدم بجواز سفر عادي، اقول لهم ياخدونا هنا يعني عادي، اللي هو نملى فراغ يعني، اللي هو في الاخر هيصب في مرحله سمعه الطيران القطري يعني عادي، فاهم؟ والله بجد بقالهم كتير قاعدين بيتحايلوا على الناس. يا جماعه رحله رقم 87 المتجه مش عارف 87 مش عارف كام متجه الى روما، ارجوكوا يا جماعه روحوا الطياره. لو كده عادي يا برو، عادي حطوني فوق حتى مكان الشنط، ما عنديش مشكله. هو اهم حاجه نغير جو بس.
نروح نشوف برج بيزا ده ايه اللي مايله. خلاص والله خلاص، صور في الطياره بقى، اشوفكم فوق، سلام. الطريق شكله طويل الى الطياره، لكن احنا ما عندناش مشكله يعني، خلاص فاضل نص ساعه على الطياره ولا حاجه، فنروح نقعدهم يعني فاهم، يعني ننقل مكان احسن، لان الصور الحره كده طلعت فاضيه اصلا، ما فيهاش اي حاجه خالص مثيره للاهتمام يعني. انا مش عارف انا لغتي ليه كبر كده، بس انا بعتذر لك يعني، هنظبط الدنيا ان شاء الله، بس الطريق طويل. باكد لك تاني دي رجلي، عشان لو انت تهت مني ولا حاجه، دي رجلي. مظهر جمالي يعني. خلاص يلا خلاص يا فاهم، احنا كده رقمنا ايه 10، يعني نقعد ندردش مع بعض شويه، لان انا ماليش غيركم دلوقتي، نتكلم مع بعض يعني لحد ما ربنا يفرج علينا ونوصل. يعني مش عارف كل المشوار ده، طب هتفينا ليه من اليمين ورايحين احنا الشمال خالص يعني، او العكس. بص خلاص، حتى السلم زهق مني، بص وقف بطيء قوي والله فاهم، خلاص بقى هيقف. ايه 10 يعني، انا شايفها ما اظنش ان هي باينه في الكاميرا، بس هي يعني انا فاهم يعني، صدقني خلاص. بعد حوالي ساعتين انتظار ما بنعملش اي حاجه خالص، ما كانش في اي فعاليات، الواحد قال هيصور في الطياره، لكن للاسف كان في حد سبقني وخد مكانه جنب الشباك. الواحد بصراحه يعني ما كانش متضايق خالص، بالعكس المفروض ان احنا نحترم النظام هنا يعني، انا مش زعلان خالص، انا تمام يعني. هو كان شخص لطيف بصراحه، كان شخص جميل بس يعني كان نفسي اقعد جنب الشباك. الرحله كانت تقريبا 3 ساعات ونص او 4 ساعات الا ربع، فلقيت فيلم الغساله قدامي، قررت ان اتفرج عليه. بصراحه يعني ما كانش اختيار موفق يعني، ما كانش احسن فيلم ممكن انت تتفرج عليه. يعني الواحد ما ضحكش تقريبا يعني، الواحد كان الاكل جه في النص، فده سهل الدنيا شويه يعني، ما تعلقش خلاص، لا تعليق على الاكل. هنا الدنيا ابتدت تظلم شويه، انا بعتذر لك على شكلي بس انت اكيد شايفني. قررت ان انا اغير الفيلم بقى، جبت فيلم تاني اسمه هاربل بوسز، كان كوميدي وكان يعني احسن بكتير من الغساله يعني، مفيش مقارنه. وصلنا اخيرا عمان، الدنيا كانت تلج للاسف. ايه اجواء دي، بس تمام يعني. ده مطار مسقط الجديد، شكله كان حلو بصراحه، الواحد كان مبسوط جدا ان هو وصل بصراحه، شايف الحماس على وشي، بس انا بحاول ان انا اكتم حاجه زي كده، مش عارف انا ليه وشي قريب. خلصنا الشنط واجراءاتنا كلها تمام، يلا بينا على البيت بقى. يعني كنت بقول وصلنا وعايز اترجمها بالانجليزي معرفتش، خلاص خلصنا. المهم يلا نروح. اخيرا بابا جاب العربيه، يعني الدنيا ما كانتش، الجو ما كانش احسن حاجه بصراحه، الدنيا كانت حر جدا، واحد كان بيفطس بيموت. وصلنا الشقه اخيرا، كنت مفتقد المكان جدا. الشقه دي يعني كنا صورنا فيها كام فيديو قبل كده، خصوصا الاوضه بتاعتي، مالكش دعوه بالباب من بره، هو شكله كده. الاوضه دي كانت شهدت انطلاقه الفلوجات في القناه، كنت بصور فيها. السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم عبد الرحمن، رجعت لكم فيديو جديد وفلوج جديد، فاهم من غير كلام كتير يلا بينا. هي يبان عليها متبهدله دلوقتي بس يعني انا اكيد بحبها، اكيد بحب السريري ومفتقده يعني، الواحد كان مبسوط جدا بصراحه يعني. الموضوع كان هيقلب بدراما، ادي بنتين وكام صوره كده لعيبه برشلونه يعني، والله يعني مالكش دعوه بالمكيف بتاعي، انا بحبه، بس انا فعلا كنت متاثر جدا بجد المره دي بجد، مش هزار، كنت فعلا كنت مبسوط جدا بصراحه. انا شفت اوضتي تاني ورجعت لها تاني يعني، خلاص يعني كفايه دراما خلاص يعني، هو الفلوج خلص لحد هنا خلاص يا عبد الرحمن، امسك نفسك بس يعني. اتمنى يكون الفلوج عجبك، حاجه خفيفه كده لطيفه بصراحه، الواحد كان راجع تعبان جدا ما لحقتش اصور الاوترو، بس يعني عادي يعني، خلينا نتكلم كده، ووش اشرف موجود في الشاشه، ده اجمل حاجه لقيتها يعني. وبس اتمنى لك يوم جميل جدا، استنى الفيديوهات الجايه هتكون اكيد احسن وهتعجبك. بس كده، كان معاك عبد الرحمن، سلام.